الأوفر ثينكينج أو التفكير زيادة عن اللزوم هو نمط متكرر من التفكير اللي ملوش داعي ومش بيفيدك بحاجة، بالعكس ده بيسود عليك الدنيا أكتر، وكمان ممكن يبقى كم كبير من القلق والتوتر عليك لو بتحاول مثلا توصل لهدف معين. فبالطريقة دي لا بتوصل لحل ولا بتتحرك خطوة. الأوفر ثينكينج فيه منه صورتين، يا إما بتقعد تعيد أحداث الماضي في دماغك وتقعد تفكر طب ليه ده حصل، أو ليه قلت كده، أو ليه اتصرفت كده ساعتها. والصورة التانية من الأوفر ثينكينج هو القلق من المستقبل، يعني مثلا كل شوية بتقعد تعيد في دماغك سيناريوهات سودة ممكن ما تحصلش، بس انت مركز على ان الدنيا ممكن تبوظ منك، وتقعد تسأل نفسك طب لو فشلت، طب لو الدنيا زنقت معايا، طب لو كذا حصل. الأوفر ثينكينج بعيد تماما عن التفكير العقلاني اللي بيحل المشاكل ويوصلك للقرار. ده كمان ممكن يخلق مشاكل وهمية في دماغك ويعقد عليك الدنيا أكتر. طب ايه هي العلامات انك اوفر ثينكر او بتفكر زيادة عن اللزوم؟ لو مثلا بتقعد تعيد أحداث اليوم في دماغك، أو لو بتقعد تفكر في أحداث حصلت وانتهت من زمان بس لسه بتفكر فيها ودماغك واقفة عندها. لو مش بتعرف تاخد قراراتك حتى أبسط القرارات، بتفضل متردد ودماغك بتلف. لو دايما بتفترض الأسوأ ودماغك دايما بتوديك لأسوأ سيناريو. لما تحس إنك بقيت مرهق نفسيا وجسديا لأن دماغك مش مبطلة تفكير وأعصابك مشدودة دايما. لو دايما عندك أرق ومش عارف تنام ودماغك تقعد تودي وتجيب في 60 مليون حاجة، وطبعا بتصحى تعبان بدل ما تصحى فايق لأنك نايم وأعصابك مشدودة. التفكير زيادة عن اللزوم بيدمر صحتك النفسية، لأنه بيزود القلق والتوتر. كمان بيزود الاكتئاب لأن فيه تركيز كبير على الجانب السلبي، يعني حرفيا شايف الحياة السوداء قدامك. كمان بيخليك مش عارف ترتاح، مش عارف تنام، على طول دماغك مشغولة. بيقلل ثقتك بنفسك، وأي كلام حرفيا بيأثر فيك. يعني بالمعنى الأصح أعصابك مشدودة 24 ساعة من غير ما يكون في حاجة تستدعي الشدة دي. كل ده من حاجات وهمية وأفكار سلبية خلقتها في دماغك. كمان الأوفر ثينكينج بيخليك تفوت فرص كتير، لأنك دايما باصص على إنها ممكن تبوظ، إنها ممكن تفشل. كمان بتعيش دايما قلقان من المستقبل، اللي هو سايب حياتك مش شايف النعم اللي عندك وقاعد مركز على السلبيات. وكمان بتتخيل إزاي ممكن الدنيا تبوظ منك في المستقبل، حرفيا أفكار تكرهك في حياتك. كمان التفكير زيادة عن اللزوم ممكن يبوظ لك علاقاتك، لأن كل شوية بيكون في سوء تفاهم من أفكار أنت افترضتها في دماغك. مع الوقت أنت عودت دماغك إنها تبص على السلبيات، فنتيجة إنك مش عايش لا مرتاح ولا مبسوط ولا عارف تحقق أهدافك. طب إزاي تتخلص من الأوفر ثينكينج؟ لازم تكون بتفكر إن أنت في الأول والآخر بتعمل اللي عليك، وأيا كان اللي حصل أو هيحصل ده مش في إيدك الوقتي. اللي في إيدك الوقتي هو اللحظة اللي أنت عايشها، فلازم تركز على الواقع، على اللي بيحصل قدامك، وكمان على اللي تقدر تتحكم فيه. حاجة كمان أكيد بتقلل من التفكير اللي ملوش داعي هو إنك تتحرك، سواء تتمشى شوية، تلعب رياضة، تروح الجيم. صدقني الحاجات دي بتفرق في يومك جدا، وبتخلي مزاجك رايق وشايف الحياة من منظور أحسن. حاجة كمان هي إنك تتصالح مع كونك بشر، عادي تغلط وتتعلم. فلما تفكر كده هتتعامل عادي مع أخطائك، هتتعامل عادي مع الرفض، مع المواقف اللي ممكن تكون حسيت فيها بإحراج. وكمان لما تعمل كده مش هتكون خايف تاخد قرار أو تبدأ حاجة جديدة. مش هتخاف من المستقبل لأنك متصالح مع فكرة إنك تجرب وتغلط وتتعلم عادي، مهما كانت نظرة الناس ليك، لأن في الأول والآخر كل واحد له منظور مختلف. فلو هقعد أشغل دماغي ده بيفكر إزاي وده بيفكر إزاي وده هيقول عليا إيه، مش هتحرك خطوة وهخسر نفسي واحدة واحدة. طب ليه؟ المهم أنا أعيش مبسوط ومرتاح وأعمل الحاجة اللي بحبها طالما مش غلط وطالما مش بأذي حد. من الآخر الأوفر ثينكينج هتلاقي حله إنك ترجع للواقع، وإنك تعيش في الحاضر، إنك تركز على اللي بتعمله الوقتي، تركز على اللحظة اللي انت عايشها الوقتي، تسيبك من نظرة الناس، تركز على اللي تقدر تتحكم فيه بدل القلق على الفاضي والمليان. كده هتعرف تمشي بجد ناحية أهدافك وواحدة واحدة تحققها، وتعيش مبسوط ومرتاح باللي بتعمله واللي بتوصله.